في الجزء ده إلى فقرة أود أن أنا أقرأها. والمحكمة على ضوء ما كشف عنه تقرير اللجنة الخماسية المقدم لمحكمة الإعادة والتي اطمأنت إليه من أن شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز EMG تعلق حسين كمال الدين إبراهيم سالم تنشغل ذمتها للهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية بمبلغ 174 مليون 825 و612 دولارا أمريكيا بخلاف الفوائد الواجبة اعتبارا من تاريخ استحقاقها وحتى تمام السداد، والتي تمثل المتبقي من ثمن إجمالي الكميات التي تم تدفعها من الغاز الطبيعي المصري للشركة خلال الفترة من يناير 2008 حتى إبريل 2012. والمحكمة لا تثق في أن السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء ومن خلال انتهاج آليات فعالة ومتابعة حازمة سيلزم تلك الشركة بالوفاء بتلك المديونية بفوائدها على وجه السرعة لعلها تعين قطاع البترول في مواجهة الأعبال المثقل بها كاهله. بشأن التهمة تهم تقديم حسين سالم 5 فيلات كعطية لحسني مبارك ونجليه وقبولها، فقد حكمت المحكمة غيابيا لحسين كمال الدين إبراهيم سالم وحضوريا لمحمد حسني السيد مبارك وعلاء محمد حسني السيد مبارك وجمال محمد حسني السيد مبارك بانقضاء الدعوة الجنائية بمضي المدة لتلك التهم. عودوا إلى مقاعدكم.